الايمان هذا قانون المصالحه اللي يجينا على كل حال. لا هذا اسمعني في ناس بالاسماء ناس غايبين من حقهم باش يردوا. لا مش هذا الموضوع. سامحني جينا باش نتكلموا على قانون المصالحه. اذا كان عنده هذا يقولوا في وجوههم الناس هذه اللي يسمي فيها يقولوا في وجوههم. لا ماهوش معقول. ما هيش محكمه. سامحني ما هيش محكمه. لا سامحني ما هيش محكمه. لا جينا باش نحكيو على قانون المصالحه توا عندنا ساعه ونص مش بدناش مصالحه. لا بدينا نحكيو على المصالحه يا سي عايد. هذايا في صلب قانون المصالحه. لانه قانون المصالحه جاي يحب يغطي على هذا الفساد اللي قاعد يغطي. ها وفلان دخل اخته تخدم. الفساد في تونس يتعلق بتدخيل السلاح بالمليارات اللي ما نسمعوهمش يحكيوا عليه. الفساد في تونس يتعلق بتدخيل المخدرات. اليوم حتى السلاح الكيميائي واعي ما اقول. السلاح الكيميائي اليوم يدخل تونس مهرب وفي شكل عصابات منظمه. ما تسمعش سي محمد مشيتوا للنيابه العموميه يتكلم على نائب. سامحني مش من عاودتي مش من عوايدي باش نفعل. لكن هذا شيء ينطق يعني محاكمات اليوم سلاح كيميائي يدخل تونس مهرب. ما تسمعش سلاح كيميائي ما تسمعش الناس هذه تحكي عليه. ما تسمعش الناس تحكي على المليارات من التهريب من الديوانه. الناس اللي الحدود نتاعنا مستباحه هذا تعرف شد لي في هو سي محمد تسمعوا درجه يتكلم يجبد لك 10 مرات الطرابلسيه ليهم ما يقارب ال10 سنين من مشاو على روحهم. منهم من مات ومنهم مش على روحهم. خلينا نحكيو في الفساد تاع اليوم. جميع المؤشرات جميع المؤشرات تدل على انه الفساد استثرى 1000 مرة على قبل اليوم. ما نسمعوش اليوم عليه. خليني انا باش نحكي ما وقفهم آرائهم. انا باش نحكي على قانون المصالحة. سامحني ايمان. يا سي نزار لا باش نحكي على قانون المصالحة. انا باش نرجع لك واحكي على كان عندك موضوع اخر ايمان انا ما عنديش فكرة عليه. ايمان نحكي على الفساد. شوف باش ندخلوا في قانون المصالحة ولا لا؟ يحكي لك على الفساد اللي قال اخت فلان وما بنت عم فلان. مشكلتنا في بنت عم فلان ضد خدمة ولد خالته هي. لا سيدي انت تحارب في الناس هذه باش تغطي على الفساد الكبير. انت وقت اللي شادت في زوز من الناس اللي فاز اللي دخل اخته تخدم باش تغطي على تاجر المخدرات. انت وقت اللي تجبد على اللي دخل بنت عمه تخدم باش تغطي على اللي دخل في السلاح لتونس. هذا الفساد الحقيقي اللي يخرب الاقتصاد واللي يخرب البلاد واللي كنا نحكيو عليها بركه. لا يبارك فيك انت اللي باش تقطع الكارت وانت اللي باش تقطع لنا العروق. انت اللي دخلت عامل لنا محاكمه بديت تحاكم فيها انا وسي عبد اللطيف. لا مش معقول يا ماتر. لا اذا كان باش نحكيو في مشروع قانون المصالحه يا اخي فاش نحكيو مواضيع اخرى نجهلها. لا وانا باش نطالبك باش تعطيني شكون اللي دخل. هلا عمران دخلت بنت خالها تحكم ونعرف عليها. انا باش نحكي فيه الموضوع هذا اليوم على النيابه العموميه. انت هو يمشي النيابه العموميه. لا اخطر من اخت صفيه هو اللي يمشي النيابه العموميه. في الكيميائي لتونس عاد اليوم هو شوف كان معقول. لا شوف كان النيابه العموميه عندها سلوك قصيت على خويا جوهر ما يسالش كنا خير. كان النيابه العموميه تمشي في السلوك اللي عملته كلفيك عنده تقريب منذ 6-7 شهور. كي تسمع قضيه كبيره يقولها سياسي تعيط له خاطر هذا محامي وسياسي معروف في البلاد ومسؤول. به سامحني عاد قال عندنا اسلحه كيميائيه الى اخره. انا والله ما عندي اسمائهم. كان عندي اسمائهم رانا فضحناهم بيان سور. هو يعرفهم. النيابه العموميه المفروض تعيط له. متعاهده الحمد لله.